فاكر الفرصة اللي راحت منك وكانت ممكن تغير حياتك؟ طب لو رجعت بيك الأيام وقابلت نفس الفرصة تستغلها ولا برضه هتضيع منك؟ تفتكر كم شركة وكم شخص ضيعوا منهم فرص كانت ممكن تخليهم ملوك العالم كلهم النهارده؟ طب لو قلت لك ان الشركات دي كانت واقفة قدام الفرصة وكانت شايفة النجاح قدام وللأسف ما استغلوش الفرصة، عاوز تعرف ليه؟ تعال نسأل السؤال. السوق بيقول ايه مع مصطفى اسماعيل. سنة 2007 في اجتماع مهم جدا في شركة نوكيا. نوكيا وقتها كانت أكبر شركة موبايلات في العالم، وحرفيا كانت كل الناس شايلة موبايلات نوكيا. خلال الاجتماع ده ظهر جهاز جديد اسمه ايفون، جهاز غريب ومفيهوش زراير، كله عبارة عن شاشة كبيرة. كل المهندسين في نوكيا شافوا وقتها ان الموبايل ده فاشل ومش هيبيع، لأنه كمان كان نازل غالي جدا وكان مختلف عن الناس متعودة عليه وبتستخدمه. ورئيس نوكيا وقتها صدقهم ورفض للأسف فكرة التطوير وقرر انه يفضل متمسك بالتليفون ابو زرار، والنتيجه طبعا كارثه. ونوكيا اللي كانت مسيطره على اكثر من 60 او 70% من سوق الموبايلات العالمي انهارت تماما في اقل من 5 سنين. في 2013 باعت نوكيا قطاع الموبايلات بالكامل لشركه مايكروسوفت، وبعدها نوكيا اختفت من السوق. اهو معايا لما ضاعت فرصه العمر منهم لانهم ما قدروش يشوفوا المستقبل رايح فين. سنة 1998 في شابين صغيرين كان لسه بادئين مشروع صغير اسمه جوجل. شركة ياهو كانت وقتها من أكبر شركات الإنترنت والتصفح في العالم، والشابين دول عرضوا على ياهو انهم يشتروا جوجل ب1,000,000 دولار بس، واداره ياهو رفضت العرض وقالوا يا عزيزي بالنص كده المشروع ده مش مستاهل ندفع فيه فلوس، ده المشروع ده بيقلدنا. وبعدها بسنين قليله تحديد سنه 2002 ياهو حاولت تشتري جوجل تاني، بس المره دي ب3 مليار دولار، لكن جوجل رفضت. النهارده جوجل قيمتها فوق ال 1.7 تريليون دولار، وياهو تقريبا اختفت. تخيل ان ياهو ضيعت الفرصه منها عشان ما قدرتش تشوف المستقبل بتاعها. في سنه 2000 شركه اسمها بلوك باستر كانت اكبر شركه تاجير افلام في العالم، عندهم الاف الفروع وارباح بالملايين. شركه صغيره وقتها اسمها نتفليكس عرضت عليهم انهم يشتروا الشركه بتاعتهم وقتها ب50 مليون دولار، لكن شركه بلوك باستر ضحكوا بسخريه وقالوا مين ده اللي هيتفرج على افلام من على النت. وبعدها بسنوات قليله بلوك باستر اعلنت افلاسها تماما، والنهارده زي ما انتم شايفين ومشاهدين ان الناس كلها بقت تستخدم وتتفرج على نتفليكس اللي بقت قيمتها النهارده فعليا اكتر من 200 مليار دولار. بلوك باستر ضيعت فرصه العمر منها عشان برضه ما شافتش المستقبل. كل الشركات دي اللي ضيعت الفرصه منهم كلهم ببساطه كده مشتركين في فكره واحده بس، الغرور والثقه الزايده اللي منعتهم انهم يشوفوا المستقبل. تعالوا بقى على الصعيد الثاني، الشركات الصغيره اللي شافت الفرصه واستغلتها بقت النهارده قاعده في امبراطوريه كبيره. ابل شافت فرصه في الهواتف الذكيه، جوجل شافت الفرصه في محركات البحث، نتفليكس شافت الفرصه في البث الرقمي. السوق بقى علمنا فلازم تبقى دايما دؤوب وجاهز انك تقتنص فرصتك. وصدقني كل يوم في حياتك اليوميه بتمر عليك وانت مش واخد بالك بتعدي عليك فرص كتير، يمكن مشروع صغير، يمكن فكره بسيطه ممكن تغير حياتك للابد. المهم يا عزيزي لما تجيلك الفرصه صدق نفسك وتشوف فيها المستقبل. في الحلقه دي يهمني اعرف رايكم، ورجع بيك الوقت والزمن لفرصه راحت عليك هتتصرف فيها ازاي؟ منتظر اسمع اجاباتكم وتعليقاتكم، وما تنسوش دايما نسال السؤال. السوق بيقول ايه. لو عايز وش القفص وخايف تشتري سمك في ميه، يبقى لازم تبص للأمور من زاوية أوسع، وتقرأ وتابع وتفهم كل اللي حواليك. ولو عايز كل ده في حتة واحدة، يلا بينا نسأل السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى اسماعيل.